في آخر الزمان يغزو قوم الكعبة قوم جيش عظيم، جيش من الكعبة، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني بأرض واسعة متسعة، خسف الله بأولهم وآخرهم. خسفت بهم الأرض وساقوا فيها هم وأسواقهم وكل من معهم. وفي هذا دليل على أنه جيش عظيم، لأن معهم أسواقا للبيع والشراء وغير ذلك، فيخسف الله بأولهم وآخرهم. وقد قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لما قال هذا ورد على خاطر عائشة رضي الله عنها سؤال: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ أسواقهم الذين جاءوا للبيع والشراء، ما جاءوا لقصد سيء لغزو الكعبة، وفيهم ناس ليسوا منهم تبعوهم من غير أن يعلموا بخطتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم وأسواقهم ومن ليس منهم، ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، كل له ما نوى. وهذا فرد من أفراد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي هذا الحديث عبرة أن من شارك أهل الباطل وأهل البغي والعدوان فإنه يكون معهم في العقوبة. الصالح والطالح، العقوبة إذا وقعت تعم الصالح والطالح والبر والفاجر والمؤمن والكافر والمصلي والمستكبر، ولا تترك أحد، ويوم القيامة يبعثون على نياته. يقول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الحاصل من هذا الحديث أو الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يبعثون على نياتهم، فهو كقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله موفق.